يلا يا جماعة ندردش شوية في شوية دردشة مع الشيف شادي هشام. قبل ما تعصري الليمونة على السلطة استني ثانية بس. المعلومة دي بمليون جنيه فعلا. السلطة يا ست الكل من أهم الوجبات الأساسية طول السنة، مش في رمضان بس. وأحب أقولك كلمة واضحة وصريحة: أي خضار فايدة عمره ما يضر. الخضار ما يضرش، الفاكهة ما تضرش. اللي يضر هو الإكثار من اللحوم. أنا هنا مش بتكلم عن نوع معين، أنا بتكلم عن أي خضار قدامك. شايفة طبق الخضار الحلو ده؟ ده خير ربنا في أي بيت مصري أصيل. بقدونس، كزبرة، شبت، الخضرة اليومية اللي كنا بنجيبها زمان واحنا صغيرين. تتغسل كويس جدا وتتفرم أو تتقص وتترش فريش على وش السلطة. الشبت مهم، الكزبرة مهمة، الجرجير، الخس البلدي. كل الورقيات دي لازم تكون جزء أساسي من طبقك. ومش شرط كل يوم سلطة بلدي وخلاص، ممكن تجديد كده يخلي الطبق ينور. حطي أفوكادو، مشروم، فلفل ألوان مشوي، عين جمل مقرمش، تفاحة في النص، أناناس. أي خضار مع فاكهة مع حاجة مقرمشة وهتاكلي طعم مختلف خالص. وممكن كمان تضيفي بنجر، حمص مسلوق، عدس بجبة مسلوق، فلفل ألوان، وتعملي تتبيلة ببصل مفروم، زيت زيتون، ليمون، سنة ملح، رشة فلفل أبيض. وفي كمان دريسنج بعصير برتقان مع ليمون وزيت زيتون، بيدي طعم عالي جدا جدا. نيجي بقى لنصيحة المليون جنيه: السلطة ما تتبلش بدري أبدا. السلطة بتتبل بعد ما كل الأطباق تطلع على السفرة والأكل يخرج من المطبخ، دي آخر حاجة تتحط. والأصح كمان ما نرشش المكونات على الخضار مباشرة، نحضر التتبيلة في بولة لوحدها: ملح، زيت زيتون، دبس رمان، بلسمك أو أي صوص بتحبيه. نقلبهم، ندوقهم، نتأكد الطعم مظبوط، وبعدين على الخضار وقت التقديم فورا. ليه؟ عشان الورقيات بتموت، بتدبل، تنزل ميتها، تفقد قيمتها وطعمها يتغير. لو سبتيها 4 ساعات في التلاجة متبللة هتلاقي السلطة بقت تعبانة وما فيهاش روح. الصح التتبيلة قبل الأكل مباشرة. ما تنساش تصلي على الحبيب. اعملي لايك وشير علشان نوصل لأكتر عدد ممكن. اللايك مش هيفرق معاكي، لكن بيفرق معايا جدا علشان نقدر نستمر وننشر كل جديد.